السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بالي عندي بزاف ما حطيتش الفيديوهات. إن شاء الله من الآن فصاعدا راح نحط لكم بإذن الله فيديوهات تستعملوهم أكيد للعيد وكامل. كمرحلة أولى حبيت جات في بالي اليوم نصور لكم هذا ممكن أكيد بزاف اللي على بالهم، ولكن حبيت نعلم ال يعني المبتدئات. عفوا على الصوت والكلام باسكو عندي بزاف ما صورتش. المهم شوفوا، أنا عندي هذه الجُبّة تاع قطينة أو قاطونة كيما يقولوا الناس الغرب تاعنا. المهم جابتها لي جارتي، المهم ربي يحفظها. شوفوا، باش نقّص لها فيها، هي أكيد كبيرة قليلة هذه المرا مسكينة. المهم أول حاجة في القماش القطينة، جُبّة أو قماش راح تفصليه، لازم تحطيه على الأقل 20 دقيقة حتى نُص ساعة في الما يشرب، ومن بعد ديريه ينشف مليح. من بعد باش تفصليه إذا كنتِ حتفصلي، ولا كيما هذه راح نقّص لها. شوفوا، هي قالت لي نقّصي لي في العطفة، يعني نقّصي لي في الطول، في الحق هذا واش قالت لي. ولكن أنا نعرف هذه المرا ونعرفها بلي قليلة بزاف. وهذه الجبة قبل ما نغسلها كانت منا كانت بزاف عريضة من الرقبة، راكم عارفين حاجة الجملة وكامل. المهم يعني أنا شوف فضلت أني قبل ما نقص لها من الأسفل حنقص منا دوك نوري لكم. راح نعاود الفصالة تاع لاغوب هذه بحيث تجيها سوا سوا. المهم شوفوا، كي غسلتها راني نقول لكم هاي شربت ديجا. قبل ما تشرب كانت بزاف كبيرة على هاك. يعني الحاجة اللي تشرب كي يجيبوا لكم تنقصوا لهم دائما غسلوها قبل وحطوها تنشف مليح باش شوفوا واش درت أنا. شوفوا راني نحيت هنايا، نحيت اليد، دوك نحي هذا السوجي ثاني. المهم كيما كنتم تشوفوا أنا بالقلم السحري ها هو ينتباع دوك. عادي يقولوا يعطي قلم سحري، هذا يروح مع التحداد. المهم تقدروا تشروا فقط هذا هو الستيلو هذا رايح تصيبوه ب20,000 ممكن 15. لكن هذو لي غوشونج تاوعو يتباعوا فقط 5,000، تقدري تشري غير هذا وخدمي به عادي. المهم شوفوا أنني درت أبوبري اش راح نقص باش كي نخيطها هكذا تجي الرقبة مقفولة شابة. باسكو هذه حاجة الشتا وهي عجوزة كبيرة، يعني باش تجيها دافية المغزى. أنا درت هنايا العبر تاعي، نحيت اليد. شوفوا رايحة هذه هنا راح نخيط، يعني نفصل 1.5 مثلا فوق الآخر. قبل ما نفصل أو معليش كي نفصل ومن بعد كنكملوا معليش. شوفوا نفصل منا، أنا دوكا نحي اليدين في زوج، نفصل هذه هنايا، هذو اليدين نحطهم بجهة حتى من بعد راح نقص فيهم ثاني. هذه راح نطلع يعني هنايا 1.5. المهم أنا نفضل دايما أكثر 1.5. نقص هنا يا أخي ونكون نحيت اليد هذه، نطويها على 2 ونقص الجهة، نقص هذه مع هذه دوك نوريلكم. إذا شوفوا ها هي راني حطيت. شوفوا أول حاجة حكمت الخطوط هذه تاع الخياطة كامل مع بعض هكذا. ومنها ها هي كيما وريت لكم طلعت ب1.5 كيما راكم تشوفوا. دوكا اليد هذه إما تحبوا شوفوا راني حطيتها ها هي على الخط سوا ها هي، إما تلحقوا هنايا ها هي وراه الخط، ها هي وراه وين قصينا، زيدوا ثاني 1 أو 1.5 تواسوا تقصوا تعاودوا تخيطوها وتلصقوها. إما الحل الثاني تقدروا تزيدوا هنا دوكا، إما تنقصوا هنا إما تزيدوا هنا على حساب هذه، يعني تقصوا ها هي تقصوا 1 ها هي وراهي شوفوا مثلا ها هي هنا راه مخيطة راهي هنا حبسة، نطلعوا ب1 سنتيم هنايا باش كي نخيطوا راح تجي مع بعض. اللي نقص هنايا ثانيكا 1 سنتيم باسكو عريضة بزاف، يعني نقص 1 منا ورحت بيه هكذا حتى للتالي. إذا ها هي أنا فضلت أني نزيد هنايا نهبط باسكو دي حاجة تاع الشتا، ولا جايزكم عارفين يحبوا حاجة اللي عريضة مالقا هي قليلة. المهم أنا فضلت أني نزيد هنا مش نقصتش هنايا. دوك راح نفتح هذه الخياطة هنايا، هذه اللي راها مخيطة فيها من الخلف، يعني باش نعاود نفيني بهذا الآخر ونخيطه كيما عويدنا. دوك نوريلكم. إذا ها هي بعد ما حليت هذه كيما قلت لكم اللي كانت هكذا، شوفوا هاني فتحتها هكذا، راح نحط هذا هكذا عادي هكذا باش نخيطوا الكتاف كيما كنتم تشوفوا. نقلب هذه عليها كيما مدارين يعني. شوفوا اذا جيناتكم هذه انا هذه الخياطه هنايا اللي التجميليه يعني بالك دوك نفتحها شويه باش يكون فيني خير. المهم اذا جيناتكم حلوها غير هذه الفوقانيه فقط، نقلبوا هكذا كيما عوايدنا هكذا، نخيطوا هكذا نحكموها مليح
راح نخيطو هنا ونخيطو هنايا. إذن ها هي بعد ما خيطت وسرجيت ها هي، وكنقلب عادي كيما كانت، ورايحة نخيط هنايا ديك الخياطات التجميلية باش تحكم هذا الآخر، راح نخيط هكاك. شوفوا حبيت ثاني كنزيد ننبهكم لحاجة اللي هي شوفوا خياطة تاع الجملة راكم عارفين. المهم يعني أنا واش ندير وكل واحد حر، يعني أنا نصيحة من عندي. شوفوا الخياطة راح تكون على 3 فيل هنايا، ماهوش دايرين ميم با خياطة إضافية، ولا لو كان مخيطين 5 فيل عادي، لو كان مسرجين ب5 فيل راح دير خياطة ب3 فيل و2 فيل يخيطوا. ولكن كيما راكم تشوفوا معظم الخياطات تاع الجملة هادو تاع خفيف بالخف، شوفوا راح يخيطوا ب3 شنقولوا وكيلهم ربي. شوفوا من المفروض حتى ولا كانت 3 فيل ولا 4 فيل يزيد موراها سورتو هادو اللي ما في قماشات اللي ما فيهمش المطه كيما نقولوا، ما فيهمش ماهمش الاستيكي يعني. المهم المغزى والمفيد. شوفوا انا واش ندير، انا نعاود درك يعني صدق عليكم، دبروا راسكم حبيتوا تحسبوا انا ما نحسبهاش. المهم عاودوا يعني ديروها كانكم راكم تسطروا في مسلم باش ما يعني ما يتقطعش ينفضح قدام الناس ولا. المهم عاودوا خياطه يعني قريبه هنايا على يعني على 2 ملم، ولا تحبوا الى عندكم اللي تسع كيما انا هنايا. دوكا مادام كبرت هنا نقدر على 1 سنتيمتر نخيط. شوفوا ماما هنايا هنايا ما نقدرش نبعد على 1 سنتيمتر، راح نخيط على 2 ملم ولا نحاول نشوف. المهم على 2 ملم او نصف سنتيمتر نخيط هذه نعاود هذه، يعني سورتو خياطات اللي قادرين يطردقوا ويعني يفتحوا. هذه على الاقل هذه تاع الشتاء، ويعني اكيد كل لابسه تحتها، ولكن خصوصا تاع الصيف. انا نعطيكم نصيحه كي تجيبوا لكم حاجات كيما هاك، اذا تقدروا يعني حسب الفصاله وكاع اكيد غير عاودوهم صدقه عليكم، وحسبوهم مع الخياطه ولا ما تحسبوهمش، انا ما نحسبهمش وحسبوهم صدقه عند ربي. اذا انا شوفوا راح قبل ما نلصق اليدين رايحه نعاود هنايا على هذه، ورايحه ايضا اليدين. سمحوا لي ايضا اليدين هنا باسكو جو راح اكيد ثاني نعاود هنايا الخياطه. سمحوا لي لا طولت الفيديو مع انه حاجه سهله، ولكن كاين مبتدئات او كاين اشياء اللي ان شاء الله تفيد الناس. المهم شوفوا هنا ثنعاودوا خياطه. انا اليدين ثاني راهم جايينها طوال، قلت لكم قليله قصيره مسكينه، راح نقص لها ثاني هنا، نقص هنا نعطف ونلصقوا اليدين مع بعض. حددت عفوا الوسط، ها هي تاع اليد، ها هي اليد، ها هي مازال ما نقصتش. المهم معليش راح دوك نكمل نقص. شوفوا راح نشدوا، شوفوا الجبه كيما راهي هكذا مقلوبه عادي، واليد على وجهها هكذا. شوفوا واش حنديروا، حندخل هذه اليد ندخلها هكذا هنايا، عفوا باسكو نصور بيد ونخدم بيد حتى نشري حامل للهاتف ان شاء الله. راح ندخلها ونعاود نولي. حكمت الوسط تاعها اكيد مع الخياطه، وهنا كيف ورايحه نخيط. شوفوا بعد ما كملنا، شوفوا دوكا بداو اليدين عراض احسن. المهم راح نحط سوسوه خياطه مع الخياطه كيما راكم تشوفوا سوسوه. شوفوا باش تتاكدوا باللي الخياطه تاع برا مش كيما خياطه تاع الدار. شوفوا راكم تشوفوا راني حاطه خياطه على الخياطه سوسوه. ها وشوفوا اليد شحال طويله. ها هي هنا في الاسفل اديت على العبر هذه ثاني انا نقص لها فيها، يعني قد 2 سبعتين ممكن حتى 3 سنتيم، يعني 2 حتى 3 سنتيم. دائما ندو شويه في الاسفل، ديروا شويه زياده باسكو اون سي جامي كاين قماش مم القطونه بعض الانواع تخيلوا تعبروا عادي، يعني غسلته دوكا وعبرت قادر مره اخرى تغسلوا لا كليونت يعاود يزيد يشرب شويه. باسكو علاه كيما قلت لكم فصاله من الاول، باسكو الفصاله لازم تكون على طول القماش. هذه قلتها لكم جامه خضراء، جامي تكون الفصاله على عرض القماش الا في حالات كاين قماشات اللي ما يتاثروش، ولكن معظم خصوصا القماشات اللي يشربوا لازم يتفصلوا على طول القماش. هاي بعد ما كملت اليدين ها جاو سوا كيما كتشوفوا. كيما قلت لكم راني زايده 1 سنتيم هنايا، حتى اذا الجبه هذه عاودت شربت راح تولي كيما هذه، يعني 1 سنتيم واش حيأثر خصوصا في ملابس البيت. وهذا القطعه الباقيه راح نخدمها لها يعني حزام، راكم عارفين جايز يحبوا الحزامات. حنخدمها لها حزام. القطعه الثانيه ايضا من الجبه هذه ثاني نخدمهم لها عفوا حزام ونبعثهم لها. اللي يسأل على ثمن الخياطه مثلا كيما هذه فقط عطفتها، انا نهضر على نفسي وعلى المنطقه اللي راني فيها، انا هذه نحسبها 5000. هذه ما فيهاش سيرجي كما كنت تشوفوا. هنايا هذه يعني نقصت لها فيها وكامل نقدر نحسبها لها 15 20 يعني. ولكن انا هذه السيده يعني
كيف نقولوا حبيبة يما الله يرحمها، فأنا أكيد ماشي حنخلص عليها، فقط راني نعطيكم حسابات. يعني المهم كيما هذه أنا نحسبها 5000، هذه ممكن نحسبها 20، تنقص تاعها هنا وهنا وهنا 20. وإذا كانت حاجة باسكو هذه يعني حاجة كيف نقولوا ما فيهاش حسابات بزاف، ولكن إذا حاجة جوست كور ولا كلاسيك ولا أكيد الثمن يختلف، يقدر يوصل 30 40 50 على حساب لابياس. هذه يعني حاجة سهلة أنا بالنسبة لي الحمد لله. إن شاء الله نكون ساعدت الناس اللي يعني مع أنها معلومات بسيطة على بالي، ولكن ممكن تساعد ناس يدخلوا يعني مصروف يساعدهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.